السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مع بداية الموسم الشتوي لانتقالات لاعبي كرة القدم، أصبح المهاجم الأيسر لفريق برادو الجزائري عادل بولبينا هو حديث وسائل الإعلام والجماهير المصرية. يا أهلا بيكم في خط النص وكل جديد عن النادي الأهلي والكرة المصرية والتحليل المتين للأحداث والأخبار الكروية. طبعا منساش ندعي لإخواتنا في فلسطين وسوريا ولبنان وكل بلد عربي وإسلامي إن ربنا يحفظهم ويحميهم. بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال الأيام الماضية ودخول النادي الأهلي في المفاوضات معه في الساعات الأخيرة، تشابه كبير بين اللاعب الجزائري الموهوب عادل بولبينا والنجم الفرنسي الاشهر كيليان امبابي، ليس فقط في مركز اللاعب كجناح ايسر او مهاجم ايسر، لكن في طريقه اللعب والتحركات داخل الملعب واتقان مهارات التصويب من وضع الحركه مع قوام رشيق يجعل اللاعب متميز في المراوغات والانطلاق بالكره. دخول النادي الاهلي في المفاوضات مع عادل بولبينا نجم برادو الجزائري يعيد الى الاذهان صفقه انضمام النجم الجزائري احمد قندوسي الى صفوف النادي الاهلي منذ سنوات، بعد ان كان قندوسي قريب من الانتقال الى الزمالك، لكن اداره الاهلي تمكنت في اللحظات الاخيره من التوقيع مع احمد قندوسي وتغيير وجهته من الزمالك الى القلعه الحمراء. مهارات عادل بولبينا تجعل منه اختيارا مثاليا للنادي الاهلي، حيث يعاني كبير الفرق المصريه من نقص عدد اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الايسر، مما يضطره الى اشراك لاعبين في غير مراكزهم الاصليه مثل حسين الشحات ورضا سليم، بجانب صغر سن عادل بولبينا مما يجعله صفقه مستقبليه جيده يمكن ان تعطي النادي الاهلي على مدار سنوات طويله. هل تشهد الساعات المقبله تكرار السيناريو انضمام نجم منتخب الجزائر احمد قندوسي الى الاهلي بتوقيع عادل بولبينا للمارد الاحمر، ام يبقى الدوري المصري بنجومه الجزائريين الثلاثه احمد قندوسي ورزقي حمرون وعزمي جومه ولا ينضم اليهم نجم رابع؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.